الأخبار الموجزة اليوم الثلاثاء. قال وزير الخارجية المولوي أمين خان متقي: لم تقدم أمريكا دولار واحدا للإمارة الإسلامية، والمساعدات الإنسانية تأتي للأفغان من المنظمات الإنسانية. قال المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية المولوي ذبيح الله مجاهد: لا أساس للمزاعم والمخاوف الأخيرة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بشأن عمل المحاكم وتطبيق الشريعة الإسلامية في أفغانستان. وأضاف أن النظام القضائي في أفغانستان أقوى من قبل، وأن العدالة مكفولة وتحترم حقوق المواطنين في ظل أحكام الشريعة الإسلامية. يقول النائب الأول لوزارة الداخلية المولوي محمد نبي عمر: إن اللون الخاص الفيروزي للسيارات الأجرة يساوي جميع المعايير الدولية، وسيكون مفيدا في تعزيز الأمن وتقليل الحوادث الإجرامية وخلق جمال حضري في البلاد. صرحت إدارة السكك الحديدية إن القطار المحمل بالبضائع التجارية من إيران أنهى رحلته بنجاح إلى محطة روزنيك في مقاطعة هرات. وأضافت وزارة الصناعة والتجارة في هذا الصدد إن معظم التجارة بين أفغانستان وإيران ستتم عن طريق القطار. زار عشرات السياح من فرنسا وإيطاليا وأمريكا وتايوان والصين والهند وباكستان وإنجلترا الأماكن التاريخية في مقاطعة بامیان وبعض المقاطعات الأخرى. تم لقاء توعوي مع المجالس المحلية للمنطقة 22. تم افتتاح مستشفى لعلاج الإدمان بسعة 50 سريرا في مقاطعة زابل.